الصراحة أنا مش فاهم الشركات هتقدر تنافس هونر إزاي بعد اللي عملته في الهونر 500 برو. الموبايل ده نازل بتصميم قوي ومواصفات فوق فئته بكتير. بص يا معلم، الهونر 500 برو ده جاي يقفل اللعبة خالص. الموبايل ده جاي بتصميم فخم وفلات وكاميرات ورا متنسقة جدا. 3 كاميرات، كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل، وكاميرا وايت انجل، وكاميرا تيلي بيرسكوب للزوم الحقيقي. أما على الشاشة فهي جايب 6.5 انش، رفيعة جدا و120 هرتز. السطوع بتاعها بيوصل ل 6000 نتس، يعني رؤية أسطورية تحت الشمس. وأقوى نقطة في الموبايل ده إنه نازل ببطارية 8000 ملي أمبير، حرفيا يومين استخدام مرتاح، ومعاها كمان شاحن 80 واط في العلبة. يعني الموبايل هيشحن معاك بسرعة جبارة. الأداء بقى نار، مش هنتكلم عنه كتير لأنه جايب معالج سناب دراجون 8 إليت. كمان السوفت وير القوي جدا اللي بقى بينافس بشراسة الماجيك او اس 10 اللي سريع ومليان مميزات وحركات. تصميم الموبايل جاي السمك نحيف جدا، والوزن بتاعه حوالي 201 جرام، كمريحة جدا بالنسبة للبطارية العملاقة اللي جاي بيها. يعتبر الموبايل لسه ما نزلش بشكل رسمي، بس كل التسريبات بتقول انه جاي بسعر هيعمل دوشه في الفئه بتاعته. استنى مفاجاه قويه جدا اول ما ينزل الاسواق. فلو عايز موبايل قوي وكاميرات محترمه وشاشه ممتازه وبطاريه تعيش واداء ما يعرفش يهنج، يبقى ما تشتريش دلوقتي. استنى اما الهونر 500 برو ينزل، فده اختيار مستحيل تندم عليه.